التحية النضالية للحضور الكريم. قبل ما نتابعكم كلمات اسم المدرب العام المسؤول الإقليمي بمدينة الكبير بمدينة العرائش يبلغونكم تحياتهم النضالية. اللي بغيت نقول لكم الإخوان كنتواجدوا معكم في هذه اللحظة هذه وللأسف الشديد سمحوا لي بغيت نقول لكم واحد الكلمة ما قدرتش نسي إلى الحال كاتب تقليدي الحزب العمالي سابقا وعضو لجنة إدارية عالية. غادرنا الحزب ظروف صعبة 7 سنوات خارج وكنا من الخارج. غلبناها وما عرفتش المستجدات اللي كيعرفوها الحزب على المستوى الوطني والإعلانات والتحديات في كل القنوات. لما بغيت نقول واحد الشيء وعنده علاقة بالموضوع ديال الاجتماع ديالنا ديال اليوم. غادرنا الحزب من الأسباب أسباب النحلية والجوية التي خلتنا باش نغادروا الحزب ممارسات انفرادية هيمنة تامة، طبخ الكواليس، طبخ المكاتب في الكواليس، ضرب الضوابط الحزبية، صنع القرار بطريقة انفرادية. كنا كنحسوا بمرارة. نظرت مع إخواني في الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية سنوات خلت، وأنا اليوم في هذه اللحظة بعد أن انتهيت من حال الحزب العمالي واشتغلت في الحزب العمالي لمدة 7 سنوات، واليوم كتجي ظروف بعدما جاء هذا الاندماج. واسمحوا لي نقول لكم انا جد مسرور وجد فرحان على اننا عدنا البيت ديالنا. ما تصورش الفرحه ديالنا كيفاش رجعنا عند المناضلين ديالنا وعند خوتنا، ولكن ما يحج بقدر هذا الفرح وهذا الانشراح. غادرت الحزب في ظروف معينه، وعندما رجعت اليه اليوم على المستوى المحلي وجدت تلك الظروف لا زالت قائمه بل تتجسد يوما على يوم وفي ابشع الصور. ما عشناه كمندمجون لا المحطه لتجديد الحزب على مستوى مدينة العرائش ولا المحطة الأخيرة ليوم الأحد الخير على المغرب، القائمين والسائرين على تدبير الشأن الحزبي إقليميا أقول لا زالوا لم يستوعبوا الدرس، رغم أننا رجعنا إلى بيتنا وقدمنا عدة تنازلات ولكننا لم نفهم. كلنا في الحزب العمالي قيادة وقواعدا نعترف على أن المرشح الوحيد لقيادة قطرة اليسار في المغرب هو الاتحاد الاشتراكي، ما هو لا حزب العمالي ولا هو. ولكن هذا التنازل هذه النقطة لم يسويها الإخوان. هناك من يدس بعض المفاهيم الخاطئة وكأننا جئنا للسيطرة على الحزب. نحن جئنا لنندمج في الحزب لكي نعطي قيمة مضافة إلى الحزب. رجعنا عند إخواننا لنندمج ولا نرجع للسابق، ولكن العقلية المبيتة التي لا تريد لهذا الاندماج أن يصبح أمرا واقعا، لا يريد لهذا التنظيم ولهذا الحزب أن يفرض وجوده وأن يقول كلمته. قمنا بعدة مبادرات أحدية، ولكن أرجع الكلمة اللي قالها الصديق الرغوي: لا بد من التحرك الجماعي، لا بد أن نتحمل المسؤولية جميعا، أن نضع اليد في اليد، أن نتواجد. فسياسة الكيفية تشكل عليا وتشكل عليك وتشكل على كلنا معنيون، مندمجون واتحاديون مناضلون، كلنا معنيون أمام هذا. إذا كنا ننشد التغيير وإذا أردنا نحس أننا فعلا ننتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بكل قيمه الديمقراطية الحقة. كان إخواني حلا لا أطلع عليكم، كان ضروري باش نقول كلمة باسم إخوانكم وأبلغكم تحياتهم وهم مستعدين للوقوف معكم في أفقي. عاشت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عاشت الديمقراطية، وعاشت القواعد الحزبية.